السلام عليكم في الفيديو التاني، والنهارده طبعا تاني سيشن في الورشه بتاعتنا. وحابب اقول لكم اظن ان ده اهم سيشن في الورشه كلها، هي فكره ان انت ازاي تقدم او تعمل اوديشن او تعمل كاستنج زي ما تحب تسميها سميها. يعني ازاي تحضر نفسك لهذا الشيء، يعني خصوصا لو انت مبتدئ خالص ما عملتش كده قبل كده، او لو عملت واترفضت وانت مش عارف اترفضت ليه. بس في البدايه حابب اعتذر عن حاجتين. اي صوت هيظهر ده الشارع، والله العيال بتلعب، حد بيبيع حاجه، يعني انا اسف في شيء زي ده. تاني حاجة التيشيرت انا عارف ان هو ضيق، بس القطايف واللطايف من بعد رمضان انتوا فاهمين يعني الدنيا عاملة ازاي معانا كلنا. رقم واحد في ازاي تعمل الموضوع ده وتحضر نفسك هو اكيد اختيار مونولوج. ايه مونولوج ده؟ يعني ايه المونولوج ده يا باشا؟ هو مشهد تمثيلي بيكون من دقيقتين لخمس دقايق اقصى حاجة. المشهد ده انت بتمثل فيه لوحدك، ما ينفعش يكون معاك حد. المشهد ده يا باشا تختاره ازاي؟ يعني ان نعمله ازاي؟ يعني لازم يكون شبهك، يعني شبه شكلك. انت فاهم الفكرة؟ لو انت مثلا شخص شبه محمد هنيدي مثلا كده، قصير وبتاع وشكلك لطيف وبتاع، ما تطلعش تعمل مونولوج ان انت رئيس. يعني ما بلاش كده، فاهم؟ ما تطلعش تعمل انت الملك مش عارف مين في العصر الروماني. انت شكلك ما يديش كده، ما تعملش كده. الموضوع كله يعني الشكل يليق معاه ايه. طب انت شكلك شبح وبتاع وشخص عامل كده، ما تعمليش مثلا ايه تقول انا فاجئهم واثبت لهم ان انا جريء، وتعمل لي مونولوج ان انت مثلا صبي رقاصه. يعني ببلاش، فاهم؟ لا انا عايزك حاجه على شبهك، تمام؟ طيب ايه التحضير ده بيكون ايه يا باشا؟ بص، انت مطلوب منك اتنين مونولوج. مونولوج رقم واحد يكون باللغه العربيه الفصحى. مونولوج رقم اتنين يكون باللغه العاميه او باللهجه العاميه. طيب اختاره ازاي؟ اي حاجه تيجي في وشك. يعني انت بتحب المشهد الفلاني في الفيلم الفلاني وشايف ان ده ممكن ينفع معاك، اعمله. مفيش قاعده معينه لاختيار الشيء، هي حاجه واحده بس، ان هو يكون شبهك مش اكتر. طب انا بعرف اغني، قول لهم وغني. طب انا بعرف اعزف، قول لهم واعزف. طب انا بعرف ارقص، قول لهم وارقص. طلع كل امكانياتك واظهر المزايا اللي عندك واخفي العيوب. بلاش تظهر العيوب دي خالص، تمام؟ ولو انت كمان شبح، شايف نفسك شبح وجامد، اعمل مثلا اللغه العربيه الفصحى ده مثلا تراجيدي وجد جدا. اعمل العاميه كوميدي. فاهم الفكره؟ يعني نوع، قول لهم انا بعرف اعمل ده وبعرف اعمل ده. اظهر كل امكانياتك في الاختبار بتاعك. طيب ده لو انا رايح ورشه، فاهم الفكره؟ انا رايح اقدم مثلا في ورشه ان انا عايز اتعلم، فبيقول لي اعمل اختبار. طب وانا اعمل اختبار ليه؟ ما انا لسه اصلا عايز اتعلم. انت فاهم الفكره؟ ما احيانا بيجي لك السؤال ده. لا، هو الاختبار الراجل اللي قاعد قدامك في لجنه التحكيم، وانا كنت واحد من الناس دي على فكره، اللي يعني حكمت على الناس. هي فكره انا عايز بس اعرف هو انت مستواك ايه. يعني ابدا معاك منين؟ يعني عارف انت الامتحان كده لما تكون بتعمل كورس انجليزي يقول لك تعالى اعمل لك امتحان نشوف انت هتبدا من انهي ليفل. فاهم؟ طب لو انت مثلا نفس الفكره، لو انت رايح تعمل الكاستنج ده على مسرحيه على طول مثلا انت هتشتغل فيها، او فيلم او اي حاجه، هو بيشوف انت هتنفع معايا في انهي دور. يعني نديله ايه؟ نديله الدور بتاع فلان ولا نديله الدور بتاع علان ولا مش عارف ايه. ولازم تعرف ان الادوار بتختار على حسب شكلك. شكلك يدي ايه. عمرك ما هتبقى يعني شكلك مثلا حد وزنه كبير جدا ويديك دور ظابط، يعني ده ما ينفعش، فاهم؟ الا لو انت مع محمد سامي مثلا ممكن يديك اي حاجه. لو انت بقى في ورشه، حابب اقول لك ان مفيش حاجه اسمها والله احنا مش محتاجينك. يعني فاهم؟ مفيش حد هيقول لك لا والله انت ما تنفعش معايا. لا، الورشه يا باشا هو الراجل ده انت رايح له علشان يعلمك. مفيش حاجه اسمها لا انت ما تلزمنيش. لا، هي سبوبه اصلا. يعني عارف لو انت مفيش خالص هياخدك عشان ياخد منك فلوس، مش تبقى فاهم يعني. طيب امتى انا بترفض؟ يقول لا مش عايزينك. لو هم بيدوروا على شخص معين. يعني لو هم بيدوروا على مثلا واحد دور ظابط، وانت شاب عندك 16 17 سنه، فهيقول لك لا يعني شكرا احنا مش محتاجين هذا الشيب، يعني هذا الشكل. لا، احنا عايزين واحد يعمل دور ظابط مثلا في سن 30 ل 40. فاهم الفكره؟ ففي الحاله دي انت بتترفض، مش بتترفض عشان انت وحش، انت بتترفض عشان الدور ما يناسبكش. لكن في الورش مفيش حاجه اسمها مش عايزينك، انت مش في ذا فويس كيدز هنا. انت فاهم الفكره؟ لا، هتتاخد يعني هتتاخد. فاهم؟ طيب لو انا حفظت المونولوج وقدمت والدنيا تمام ومش عارف ايه، وعملت يا عم حاجه او ما عملتش او اي نيله، او توقفت شويه كام سنه وعايز ارجع اعمل تاني، غير المونولوج. لو انت شكلك اتغير غير المونولوج، مش عشان انت حفظت واحد تقرفنا يعني. فاهم؟ في ناس كده بيبقى حافظ مونولوج ايه من التسعينات وجاي لنا في 2025 يقول لك ده اللي قدمت بيه بقى في مسابقه مش عارف ايه تبع القصر الصحفي. يا عم مش شبهك، انت فاهم؟ ده يمكن انت كان شكلك كده زمان. لا غير، يعني خليك متجدد، ما تبقاش رخم. في معلومه بقى احب اقولها لك، هي ممكن تكون صدمه شويتين، ان في ورش كامله، يعني ورشه كامله انت ممكن تروح تدفع لك 5 6 7000 جنيه علشان يتعمل لك مونولوج. بس يقعد معاك يا باشا الكوتش، فاهم؟ يقعد وريني. طب جرب.
طب اعمل، طب سوي، طب روح، طب تعالى، لحد ما افصل لك مونولوج تروح بيه اي مكان يقبلوك. فاهم الفكره؟ ده موجود فعلا، حاجه كده زي التاهيل. لو انت عايز تخش معهد فنون مسرحيه، او لو انت عايز تخش يعني الحاجات اللي هي الجامده جدا زي مركز الابداع والكلام ده، في ناس بتاهلك بتفصيل مونولوج كامل ليك. فاهم الفكره؟ هو الكوتش قاعد لك انت بس. دي موجوده علشان تبقى عارف، وفي ناس كتير بتعملها. بس كده تقدر تقول ان انت معاك كل الحاجات اللي انت محتاجها علشان تحضر للمونولوج بتاعك وتمثل ايا كان مستواك، وما تتكسفش من نفسك وتكون واثق في نفسك. واحيانا لما تكون في الورشة يعني، او لما تكون في الكاستنج بتاعك ده، المشاهد او الحكم بتاعك ده بيغلس عليك. يعني ممكن يقول لك ايه، فاهم؟ اوعى ترد، اوعى تقول، اوعى تعلي صوتك وترد، تبقى متخلف. انت فاهم الفكرة؟ اوعى تعمل كده. وفي حاجه تانية برضه، ممكن مثلا تبقى انت قاعد بتمثل بقى وشايف نفسك ومش عارف ايه، تلاقي الحكم ده قاعد ماسك الموبايل وراح عامل كده. فاهم؟ هو عايز يشوف رد فعلك ايه. يعني هل مثلا لو واحد من الجمهور في المسرحيه قاعد ماسك تليفون، انت هتتضايق؟ ما انت لو اتضايقت تبقى مشكله، انت لازم تشد انتباهه تاني. طب لو واحد قاعد في الجمهور قال لك ايه، طب انت هترد يا عبيط؟ فاهم الفكره؟ اوعى. فهو بس بيكون احيانا الحكم عايز يختبرك ويشوفك في المواقف الصعبه انت بتعمل ايه، وممكن كمان يطلع يمثل معاك. انت فاهم الفكره؟ بيختبرك اكتر ويوقعك اكتر ويشوفك تقدر تعمل ايه، وتقدر ترتجل وتقول كلام من دماغك. يعني لو انت بتقول المونولوج بتاعك وهو راح ردد عليك، هتعرف تتجاوب وترد، ولا انت هتقف بقى وتبقى شبه البلاص؟ لا ده باشا ترد لازم يعني. فده كل المعلومات اللي انت محتاجها لو انت رايح تقدم في ورشة او اوديشن في كاستنج او اي نيلة. والكاستنج كمسلسلات واعلانات احيانا بيكون بسيط جدا. يعني احيانا بيسالوك شويه اسئله، فاهم انت، ويخلوك تمثل المشهد بتاعك، ويقعد يقول لك بص يمين وبص شمال، وبتبقى الكاميرا عليك بحيث ان هو يعرف كل زوايا وشك ومش عارف ايه والكلام ده. وبس. يعني الاوديشن اصلا او الكاستنج بتاع الكاميرا اهدى بكتير من المسرح. المسرح بيطلع عينك عشان تبقى فاهم. يعني انت لجنه التحكيم دي لوحدها بتخض. كده انت معاك كل حاجه، حضر يا باشا وتوكل على الله وربنا معاك، ويا رب توصل لشيء. وبس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تكتب لي كومنت، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي برضو واحاول ارد عليك. واعمل لي لايك وتابعني عشان لسه قدامنا مشوار طويل في الورشه دي. وبس كده، سلام.